السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام. دائما في اطار هذاك الدعم الاجتماعي المباشر. كما كنعرفوا حنا دابا في الدفعه الخامسه، يعني الدفعه ديال ابريل. الاغلبيه ديال الناس راه شدوا ذاك الدعم ولا ديك الدفعه ديال شهر 4. الناس اللي مازال ما توصلوش بها راه يتوصلوا بها اليوم 2 ماي ولا نهار 3 ماي ولا اقصى تقدير نهار السبت ان شاء الله. راه الاغلبيه غادي يكونوا توصلوا بها، غير اللي ما عندهمش المشاكل راه الاغلبيه يلقاو الفلوس ديالهم في الحسابات ديالهم. الناس اللي بيمشي يسحب الفلوس ديالو ضروري ما يدي معاه الهاتف ديالو، بطاقه التعريف الوطنيه. الهاتف ديالك خصوصا دوك وكالات القرب المعتمده، حيت كيجيك واحد الكود للتليفون ديالك، وهذاك الكود هو اللي كتعطي لك السيد اللي خدام تما، داك المستخدم اللي تما، باش يصرف لك الفلوس ديالك. او لا دوك الوكالات البنكيه كتعطيهم لا كارت ناسيونال وكيصرفوا لك هذاك الدعم ديالك ديال الدفعه الخامسه. كاين اللي كيبغي يخلي الفلوس ديالو في الكونط، اي واحد بغى يخلي الفلوس ديالو تما في الكونط باش يجبدهم، بيخليهم يتجمعوا ولا بيخليهم ترى اي وقت عجباتو في الشهر يتيريهم، راه يمكن ليه يخليهم تما. هذاك الحساب راه ديالك، تخبي فيه الفلوس ديالك، دير فيه اللي بغيتي دير، ما عند حتى شي واحد ما يقيس لك في دوك الفلوس. اذا ما كاين حتى شي مشكل. الناس اللي بيخليو الفلوس ديالهم، الناس اللي ما كيلقاوش الفلوس ديالهم تما، اش خاصهم يديروا؟ مثلا دازت هذه المده هذه، دازت 5 في الشهر وما لقاش الفلوس، خاصو يدخل المبالغ المدفوعه، يدخل المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وبالضبط يدخل للصفحه ديال المبالغ المدفوعه، خاصو يلقى تما المبالغ ديال 1/4/2024، وغادي يلقى حدا المبلغ اللي كيدوز ليه، اما 500 درهم ولا 600 درهم على حسب المنحه اللي عنده، واش جزافيه ولا شهريه. اذا اي واحد ما لقاش الفلوس ديالو في الكونت ديالو، فما عليه الا يدخل للصفحه ديال المبالغ المدفوعه ويتاكد واش الفلوس دازوا ليه تما ولا لا. الا ما لقاش الفلوس ديالو تما، راه غادي يكون عنده غير شي مشكل ديال اما ديال الحساب البنكي ولا شي مشكل، خاصو غير يسول راه الفلوس غادي يدوزوا ليه. المشكل غادي يكون غير في الحساب البنكي ولا شي حاجه. اما لاي واحد كيلقى الفلوس في المبالغ المدفوعه، راه اوتوماتيكمون غادي يلقاهم كيلقاهم في المبالغ المدفوعه، راه تلقائيا غادي يكونوا دازوا ليه في الحساب البنكي ديالو. اذا بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش الفلوس ديالهم وكيدخلوا للمبالغ المدفوعه وكيلقاو تما بان راه ما كاين والو، هاد الناس هادو يعرفوا بان راه الدعم تقطع لهم. اذا الا تقطع لك الدعم، كتدخل للحساب ديالك وكتشوف شنو هو السبب علاش قطعوا لك الدعم. اذا الا لقيتي السبب مثلا، حيت كل واحد شحال الاسباب اللي كيعطيوهم، كاين السبب اللي كيعطيو لك مثلا انك مثلا عندك تقاعد ولا موظف ولا اجير ولا الزوجه موظفه ولا اجيره ولا عندها تقاعد، ولا عندكم الوليدات ديالكم كيستافدوا من شي دعم بحال المطلقات كيستافدوا من داك الدعم ديال صندوق التكافل العائلي او لا شي صندوق اخر. فهاد الناس هادو اللي كيلقاو هاد الاسباب هادو، راه الا كانوا فيك هاد الاسباب راه ما عندك ما دير، ما كانش عندك هاد الاسباب راه غادير تظلم. كاين الاشياء الاخرى اللي كيقطعوا الدعم، هي بحال الناس اللي بحال المطلقه اللي كيطلبوا لها المعلومات ديال الطليق ديالها، لان هي داخله بمنحه شهريه، يعني داخله بالمعلومات ديال الولاد ديالها ولا الاطفال ديالها، راه ضروري ما تدخل المعلومات ديال بوهم. اذا ضروري ما تدخل المعلومات ديال الطليق ديالها اللي هو الاب ديال هذوك الاطفال، باش يمكن يرجع لها الدعم ديالها. اذا كيتقطع كذلك الزوجات اللي ما مدخلينش المعلومات ديال الازواج ديالهم. كاينه مثلا المراه اللي راجلها كاين على برا ولا خدام في شي ولا كاين في شي مدينه اخرى ولا شي حاجه، اذا ما بعيد عليها باش تدخلوا وتسجلوا معها، اذا حتى هادو راه يتقطع لهم الدعم ديالهم، يتقطع لهم الدعم. اذا ما عليه هذاك الشخص وهذاك الزوج اللي يتسجل فين ما كان في السجل الاجتماعي، غيتسجل تما ويصيفط لها غير المعرف الرقمي ديالو. اذا خاص غير يكون ذاك المعرف الرقمي، منين يدخل ذاك المعرف الرقمي صافي، راه هنايا راه الا كانوا تيستحقوا الدعم راه غادي يرجع لهم فلوس الدعم ان شاء الله. اما الا كان هذا الزوج هذا خدام ولا عنده شي تعويضات عائليه ولا شي حاجه، راه ما باقيش غيجيهم الدعم. اذا هادو هما الاشياء اللي كيقطعوا لك الدعم. اذا الا كانوا هاد الاشياء هادو متوفرين فيك، راه ما عندك ما دير، راه ما كتستحقش الدعم، ما عمرو غادي يجيك الدعم. الا كانوا هاد الاشياء ما متوفرينش فيك، راه كدير تظلم. كيفاش غدير لا التظلم هذا؟ التظلم كان في الاول شكايه كتكتب شكايه، ولكن هذيك الشكايه تبتات ان راه ما كتليق والو، وما كيجاوبوش وكيجاوبوا معطلين، وانت ما كتعرفش ديك الشكايه واش وصلتهم ولا لا. فداروا واحد الخانه ديال التظلم، كتكليكي على التظلم، راه كاين عندك في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر ASD.ma، غادي تدخل ليها، غادي تدخل 3 تشريطات اللي الفوق، غادي تدخل المبالغ فين كاينين دوك المبالغ المدفوعه، غادي تلقى التظلم، غادي تكليكي على داك التظلم، غادي تكتب المعلومات ديالك، تكتب المعرف الرقمي ديالك، الايميل ديالك، وتكتب النص ديال داكشي ديال التظلم ديالك، شنو كتحكي فيه واحد 3 سطيرات ولا 4 سطور، كتقول لهم شنو هو، راه تقطع عليا الدعم وانا كذا وانا كذا.
كتكتب التظلم ديالك وتتصيفطوا لهم، ويمكن لك دير ليه تتبع كل مره تجي تطل تشوف داك التظلم ديالك فين وصل. والمهم في هذا الشيء هذا، ومنه غادي يجاوبوك واحد 15 يوم ولا 20 يوم، راه كيجاوبوك مثلا اما كيردوا لك الدعم ديالك، اما كيقولوا لك راه فعلا انت ما كتستحقش الدعم. اذا اي وحده في جوج، اما كيردوا لك الدعم ديالك راه مزيانه، قال لك ما كتستحقش الدعم، فهنا ما عندك ما دير، صافي غير نسى هذا الموضوع هذا وسير. راه يعني راه انت ماشي من الناس ديال الدعم. شوف اش غادي دير راسك، اما الا كان عندك مثلا شي واحد خدام، يعني راه واحد خدام ما عندك ما دير. الا كان مازال ما دوزتيش 12 شهر على اخر تصريح في لاسينيسيس، راه انت ما غاديش يجي لك الدعم، سير تدوز هذيك 12 شهر عاد سير تسجل باش تستافد من هذا الدعم هذا. يعني خاصك 12 شهر ديال الضمان الاجتماعي، اخر تصريح في الضمان الاجتماعي غادي يمكن لك تستافد من الدعم. اذا هاد الحالات كاملهم راه كيحبسوا عليك الدعم، ما عندك ما دير. ثم كاينه الحاجه المهمه اللي هذا ما يمكنش لك تدخل كاع المنصه، كيطرف الحساب ديالك كيتسد من المنصه، وهو المؤشر. الا طلع لك المؤشر فهنا ما عندك ما دير، الدعم حتى هو راه مشى. المؤشر هو راه قضيته باينه، انك الا طلع لك المؤشر يعني فات 9.74. هنا حاله وحده اللي عندك هي تمشي دير ليه التحيين، خاصك تمشي دير التحيين لهذاك المؤشر، يعني تهبطو باش ينزل على 9.74. اذا باش دير ليه التحيين، حنا كنعرفوا كلشي، الناس دابا ولاو كيعرفوا كيفاش كيتم التحيين ديال سي جي اجتماعي الموحد. وانا كتمشي وكتراجع دوك المعطيات اللي عطيتهم، ما كتنقص فيهم. والاغلبيه ديال الناس راه داروا المعطيات ديالهم من الحاضر، يعني راه نقصوا للحد، يعني ما بقى ما تنقص هنا. يعني هذه الحاله هذه يعني مشات ديال نقيس انك تنقص دوك المعطيات والمعلومات ديالك، فما عليك الا تزيد معك شي واحد في افراد الاسره. الا كتعرف شي واحد مثلا خوك ولا شي واحد من افراد الاسره، غادي تزيدوا معك في الاسره ديالك تما وتسكنوا معك وديروا معك في الاسره ديالك ديال السي جي اجتماعي الموحد. حنا كنعرفوا من الاسره كيتزادوا ملي كيتزادوا اش يقول لي، ملي كيتزادوا عدد الافراد ديالها راه المؤشر كينزل. اذا هذا الشيء اللي كاين، اذا المؤشر راه كينزل بعدد افراد الاسره، فين ما عدد الافراد الاسره طلع راه المؤشر كينزل. كذلك كتنزل تنقص، تقدر تنقص من المصاريف ديالك، مثلا الا عندك شي انترنت، الا كتشارجي بزاف ديال لي كارت ديال التليفون مثلا، كتشارجي ديالك وديال مرتك وديال شي واحد في ولادك، ولا يعني الا عندكم في الدار واحد 4 لي كارت سيم، راه كامل داكشي كيتحسب، راه كل كارطه كتحسب حتى هي بالنقاط ديالها وكتطلع عليك المؤشر ديالك. اذا خاصكم تحاولوا تنقصوا من التليفونات وتنقصوا من لي كارت سيم ديالكم، يعني من النماري اللي من الارقام اللي مدخلين بسمياتكم. كذلك الا عندك شي ويفي ولا شي. اما الماء والضوء والغاز هادو راه نتوما اغلبيه الناس راه دايرين الحد، يعني دايرين المينيموم اللي دايرين. بقى لكم غير هذاك لي كارت ديال التليفون هما اللي ما تتحكمش فيهم، ولا عندك شي طوموبيل ولا شي حاجه، وهذا راه في الغالب قليل الناس اللي عندهم الطوموبيلات ديالهم. واخا والمؤشر ما عندوش علاقه بالدار واش ديالك ولا كاري، سواء كنتي عندك الدار ديالك ولا كاري، ما كيفرق حتى شي حاجه. اللي كيفرق هو شحال كتصرف ديال الفلوس، هو اللي مهم. راه كاين اللي كاري وكيصرف اكثر من هذاك اللي عنده الدار بسميتو، وكيولي المؤشر ديال مول الدار هابط والمؤشر ديال الكراي طالع. اذا راه المؤشر راه عنده علاقه بالمصاريف ديالك، داكشي اللي كتصرف. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للموضوع ديال اليوم. كنتمنى تبارطاجوا هذا الفيديو مع الناس اللي كيهتموا بهذا الشيء هذا واللي غادي يستافدوا منه. كذلك ديروا لي واحد جيم لا فيديو كتدعموني بها وكتشجعوني، وتابونوا عندي في هذا الحساب هذا. زيدوا كبروا هذه العائله هذه وراه غادي تستافدوا. اي واحد بغى خاصه شي حاجه ينزل الفيديوهات اللي تحت في القناه، ينزل الفيديوهات القدام، راه غادي يلقى المعلومات تما مهمه جدا اللي غادي تفيدوا في بزاف ديال الحوايج، سواء في هذا الميدان هذا ديال الدعم، ولا اللي بغى يبدا المشروع ديالو كيفاش ياخذ الدعم ديال المبادره الوطنيه، ولا اللي بغى ياخذ الدعم ديال الكريدي ديال البنكه، سواء داك الكريدي ديال الانطلاقه ولا ديال الفرصه. هادشي كامل راه غادي تلقاو في الفيديوهات ديالي القدام، دخلوا لهم لتحت راه غادي تلقاوهم تما. وبالتيسير والله يوفق وبالتيسير للجميع، وشكرا لكم.